النهاردة هعلمك ازاي تعملي الممبار احسن من بتاع المحلات مليون مرة. وكمان هقولك على الاسرار بتاعة الخلطة بتاعتي وكل تفاصيله، وازاي يبقى طالع لونه محمر وجميل كده من كل النواحي، والطعم من جوه بقى كمان حكاية. الرز مفلفل واحدة بوحدتها، وكمان لون الصلصة جوه يشرح القلب كده. تاكلي القطماية من هنا بتدخل قلبك على طول. هعرفك كل التفاصيل وكل الاسرار، بس لو انت اول مره تشوفي القناه بتاعتي ما تنسيش تدعميني بلايك وكومنت حلو زي كده. ولو اول مره تشوفي القناه تعملي سبسكرايب علشان تشوفي كل جديد بقدمه. زي ما انتم شايفين طبق الممبار بيتكلم عن نفسه، وعشان انا مش متعوده ومش بحب اطول عليكم كتير ندخل على الطريقه على طول. يلا بينا. اول حاجه هنجيب معانا 3 بصلات متوسطين الحجم كده ونقطعهم مكعبات صغيره. ونجيب بقى كل المكونات جنبنا هنا علشان نسهل على نفسنا الدنيا. معايا فلفل شطه، وكمان البصل مخرطاه، وكمان الخضره والممبار طبعا مغسول كويس جدا ومنقوع في خل وليمون وملح. جبت طبق كده بولة صغيرة جنبي، حطيت فيه كمية من البصل بمقدار ما يعادل بصلة كده متوسطة. هبتدي اتبل البصلة دي، وهي دي تكاية الممبار بتاعي وبيخلي طعم التوابل فيه الاخر قطمة. معايا هنا التوابل بابريكا وكزبرة ناشفة ومرقة دجاج وملح وفلفل اسمر وكمون. هنبتدي نتبل البصلايه اللي احنا خدناها في بولة على جنب دي، نتبلها ونقلبها كويس جدا كده بالتوابل ونركنها على جنب خالص. وعايزاكي تركزي في الخطوات كويس علشان هي دي سر نجاح الممبار بتاعك. هنيجي بقى في صينيه كده على النار فيها كميه من الزيت محترمه علشان يبقى مفلفل، هننزل فيها بمعلقه سمنه بلدي واحده بس. وننزل بقى بباقي كميه البصل، نبتدي نشوحهم على النار لغايه ما لونهم يصفر بالشكل ده. اول حاجه هننزل معانا بمعلقه صلصه فاين فودز، نبتدي بقى نقلب معلقه الصلصه اللي نزلنا بيها دي مع البصل كويس جدا. لغايه هنا الخطوات سهله وبسيطه جدا، صح كده صح كده. يلا بينا بقى بعد كده هننزل بشفشق الخلاط بتاعنا مليان عصير طماطم علشان الخلطه بتاعتك تبقى حمرة وجميله كده من جوه. نيجي بقى بالتوابل بتاعتنا بعد ما الصلصه اتسبكت تماما، نزلت عليها بكزبره ناشفه وبابريكا ومرقه دجاج وكمون وفلفل اسمر. تمام. كزبره ناشفه ومرقه دجاج وكمون وكزبره ناشفه وفلفل اسمر. تمام، يا رب ما اكونش ناسيه حاجه، بس ان شاء الله مش ناسيه حاجه. خدت كميه كده من الصلصه بعد ما اتسبكت تماما. البصله اللي قلت لكم في بدايه الفيديو نركنها على جنب، دي اساس الخلطه بتاعتنا، نزلت بيها على الصلصه على الرز على الفلفل الحراق، بيدي طعم حلو قوي للممبار. اوعي تستغني عن الخطوه دي. وكمان الخضره بتاعتنا لازم تكون كميه محترمه كده علشان تبقى باينه في الخلطه بتاعت الممبار بتاعك. اوكي. بحاول اسرع في الخطوات علشان ما بحبش اطول فيديوهات عليكم. ننزل بقى كده بالممبار بتاعنا اللي مغسول كويس ومنقوع، ونبتدي بقى نركز في طريقة الحشو بتاعتنا علشان هي دي اللي بتخلي الممبار بتاعك لا يفرقع ولا الرز بتاعه يعجن، والتسوية بتاعته تبقى مظبوطة مليون في المية. زي ما انتوا شايفين كده انا حشيتها زيها زي اي حاجة، لكن ببططها بعد كده، واي زيادات في الرز بقوم منزلها. زي ما انتوا شايفين بصوا بخليه رقيق كده، بحيث ان هو لما الرز مع السوى حجمه بيتضاعف، الممبار بتاعي يطلع شكله حلو قوي. طبعا سلقته على في ميه مغليه، وبعد كده صفيته، وبعد كده حمرته في زيت غزير جدا. سر التحمير ان انت تحمريه يا في حله، لو ما عندكيش طاسه غويطه يبقى في حله فيها زيت غزير، هيديكي اللون حلو اللي انت شايفاه ده. يا رب تكون الوصفه سهله وخفيفه كده عليكم، واكون فدتكم ولو بمعلومه بسيطه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، واشوفكم على خير. باي باي.